لسه معاكم مشاهدينا وبنتابع فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 35. الحقيقة النهاردة زي ما نوهنا يوم مهم جدا جدا، وعايزة برضو أنوه إن اللحظات قليلة جدا وهننتقل للمسرح اللي بدأ يجهز لاستقبال كل الضيوف وافتتاح المهرجان. لكن في اللحظات القليلة دي جدا كان لنا لقاء مع الجميلة النجمة مدلين طبر. أهلا بيك يا شاشة نايل سينما. أهلا بيكي، أنا سعيدة إني موجودة على شاشتي، شاشة نايل سينما، وسعيدة بأنه نجحنا في التحدي، كسبنا رهان وقدرنا نكون على الخريطة الثقافية، لأنه موقعنا على الخريطة هو من أي حاجة تانية. يعني حضورنا المرة دي مختلف جدا. يعني انت فعلا جاوبتي لي على سؤال مهم جدا. انت شايفه ان دعم المهرجان نقول عليه واجب قومي اكتر من ان هو بس واجب سينمائي، واستمتاع واصرار وعند وحضاره وخلطه من كل ده، وموقف من الفنان المصري اللي للاسف بقى يعني يتعرض الى هجمات شرسه جدا. انا شايفه انه نجحنا، وانا بعتبر انه نجحنا مجرد دخولنا، ومحدش مننا خايف من اي حاجه. انا جايه لابسه اسود ولقيت 3/4 الستات لابسين اسود، من يعني من حرقه قلبنا، مش عايزه اقول كلام اكبر من كده، من حزننا على الامهات المصريات. لكن جينا لابسين سواريه لانه لازم نبقى على المستوى العالمي، مش هنفقد موقعنا الحضاري العالمي قدام الناس كلهم. أكيد. طب النهاردة المهرجان الحقيقة فيه العديد من الأقسام اللي نقدر نقول إن هي تتماشى إلى حد كبير جدا مع الروح اللي احنا عايشينها وروح ثورة 25 يناير. قسم مثلا الحقوق الإنسان، وأنا عارفة إن أنت مدافعة شرسة عن حقوق المرأة. صحيح. فأنت شايفة الأفلام حقوق الإنسان دي إزاي تقدر يعني فعلا تقدم الانتهاكات اللي ممكن تحصل في حقوق الإنسان، إزاي تقدر تخدم قضية حقوق الإنسان؟ السينما طول عمرها يعني، والفن بشكل عام هو رائد الثورات. يعني كانت من زمان لما ما كانش فيه الوسائل الإعلام المتقدمة، كان الكتاب، وكان الثورة الفرنسية أقيمت بسبب الكتاب والشعراء. فما حدش يستخف في دور الفن في أنه يغير، في أنه يحدث تغيير إيجابي في أي علامة حضارية وإنسانية. ما أقدرش أقول أنه نعمل أفلام لحقوق الإنسان، هنعمل أفلام جميلة، إحنا فنانين هنبدع، ولكن لما يبقى ده في باك جراوند، في خلفية ذهن الفنان الكاتب والمخرج، أكيد هيخدم أكتر من أي حد تاني. المهرجان هيبتدي، بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. 2013 ما تخافوش منها، هتبقى زي الفل. لا إن شاء الله فعلا 2013 هتبقى مختلفة. عايزة أقول لك كمان حاجة جميلة جدا في المهرجان، إن كل مهرجان أو كل عام بيبقى عدد الأفلام، أو بندور على فيلم مصري للمسابقة الرسمية. السنة دي في 2، يعني شوفي الأزمة اللي احنا فيها، لكن في فيلمين مهمين جدا. فأنت إيه شايفة إن ده نوع من الانتعاش والرد، بالعكس إن احنا موجودين سينمائيا؟ صحيح، ما هو ده، أنت بتردي حضاريا، مش هتبتدي تردي بانك تشيلي سلاح كفنانه. كان نفسي فيلم ريكلام يكون مشارك، او فيلم بارتيتا افلامي، لكن انا سعيده وفخوره انه فيلم مصري وفيلم قوي، وان شاء الله نحصد جوائز ان شاء الله. بس احنا كمان هنطلب منكم، نطلب بكل نجومنا ان انتوا تكونوا متواجدين معانا، مش يوم الافتتاح بس، لكن كمان على مدار الايام كلها بتاعه المهرجان، في الندوات وخلال عروض الافلام، لان ده دعم مهم جدا وتشجيع كمان للناس ان هي تحضر الافلام. انا اقول لك ليه، انا تفرغت، انا كنت في بيروت، فجيت من بعد مهرجان تايكي في الاردن لبيروت، وجيت متفرغه، طلبت اجازه من المخرج الاستاذ عمر عبد العزيز، بصور معاه اهل الهوى، طلبت اجازه من كل بشتغل معاهم عشان يوميا اشارك في المحاضرات واشوف اكبر كم ممكن من الافلام. فانا بتكلم عن نفسي، كل واحد يبتدي من نفسه، لو كل واحد عمل كده هيبقى في حضور ان شاء الله. احنا فعلا بنضم صوتنا لصوتك، وان شاء الله كل الحضور وكل نجومنا هيكونوا موجودين، علشان عايزين كلنا متواجدين، كل الشعب نروح ونبقى متواجدين في الافلام، وفعلا ننجح مهرجان السينما. ان شاء الله. كل سنه وجودك معانا، وكل سنه طيبه. ونروح لمفاجاه معانا كريم وانجي، معاهم مفاجاتين من العيار الثقيل. اقول لكم مين ولا نروح نعرف؟ لا نروح نعرف احسن.